ذلك إيجابا على منتخباتها في المونديال. البعض يقول لك هل حققت تلك المنتخبات ألقابا عالمية لكي نتحدث عن هذا التطور، لكن الحقيقة تكمن في نقاط جوهرية. كل هذا ربما يطرحنا للتساؤل حول ماذا ضيعنا في طريقنا نحو تطوير هذا المنتخب. شوف عماد، أنا قلت لك في السابق علينا أن نتجنب، شوف معي، علينا أن نتجنب التحليل بردة الفعل. نحن سوف نسقط في هذا المستنقع بعد وصول المغرب إلى النصف. تخيل، بعد فوز الجزائر يا عماد بالتاج الإفريقي في 2019، قم بجولة عبر كامل البلاطوهات العربية، سوف تجد الجزائر كانت دائما حاضرة كمحور نقاش، والكل كان يتحدث عن الجزائر بطريقة مثلى، ويقول لك الجزائريون والفيدرالية الجزائرية والسلطات الجزائرية والإعلام الجزائري والناخب الجزائري. كانت الجزائر يعني بعد الفوز بالتاج الإفريقي كانت يعني موضع نقاش وتحليل العديد من البلاطوهات العربية والإعلام العربي، وكانت في قمة القمم كمثال حي يجب أن يقتدى به. اليوم نحن أيضا سوف نسقط في هذا ردة الفعل. يعني سوف نتحدث عن المغرب بوصوله إلى النصف، وسوف نحلل وفق هذه النتيجة وهذه الطفرة، وسوف نقول بأن المغرب فيه كذا وكذا والمغاربة قاموا بكذا وكذا. يا عماد، عندما يعود المغرب من الأراضي القطرية، وعندما يعود المغرب إلى القارة الإفريقية، سوف لن تشاهد ما شاهدته في الدوحة. سوف تشاهد مغرب آخر. سوف يعاني المغرب في التفوق على المنتخبات الإفريقية في أدغال إفريقيا. سوف لن يستطيع الركراكي أن يفوز ولا يسجل عليه في أدغال إفريقيا في 5 مباريات بصفر هدف. سوف يعاني الركراكي بتحضير زياش في الأراضي الإفريقية، وسوف لن يلعب زياش وحكيمي بنفس النهج وبنفس الجرينتا التي لعب بها في المونديال. تقصد أن المغرب ربما سيعاني أمام لا لا منتخب لا 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 تحدث عن المغرب كمغرب يا عماد. شوف لا، بعد مثل وصوله للنصف النهائي، هل تعتقد أنه عند عودته لتصفية كأس أفريقيا مثلا هل سيعاني أمام منتخبات أفريقيا؟ سوف يعاني يا عماد، والايام بيننا ويعني احتفظ يعني في هذا المقطع من الفيديو، وسوف نعود بعد اذا كنا من الاحياء يعني طبعا سوف نعود واحدثك على المغرب عندما يعود الى ادغال افريقيا. سوف لن يقدم ذلك المستوى الذي نشاهده في المونديال. عندما تحدث بالماضي يا عماد، عندما تحدث وقال في بلاطو فرنسي باننا لو تاهلنا الى كاس العالم سوف اطمح الى الذهاب الى النصف، الركراكي يعني جسد مقولة بالماضي بوصوله إلى صحيح. النصف. تقنيين وهنا ومعنا تقنيين هنا في البلاطو يسهل يتحدثون عن يقولون يسهل عليك اللعب أمام منتخبات أوروبا في المونديال ويصعب عليك مواجهة هذا هو منتخبات الذي أردت أن أقوله. عندما تتبارى مع الأوروبيين في مونديال، في ملاعب قمة، وفي ظروف يعني كروية محضة، لا حكم منحاز ولا أرضية ملعب يعني منهارة ولا منتخب يغلق عليك كل المنافذ بطريقة غير رياضية، ولا حرارة ولا رطوبة، تستطيع أن تلعب وتؤدي مباراة وفق التكتيك الذي تراه ووفق النهج الذي تراه. وأيضا يعني اللاعب الإفريقي عندما يذهب إلى المونديال يكون في قمة التركيز ويعطي كل ما لديه، عكس ما عندما يذهب إلى أدغال إفريقيا وكأنك تبعث به إلى الجحيم. لذلك يا عماد لا يجب أن نتوقف عند صنيع المغرب ونقول بأن المغرب وصلت وأن المغاربة قاموا لا لا لا. عندما تعود المغرب إلى أرض الواقع اللي هي إفريقيا سوف نحكم على المغرب يا عماد. إن شاء الله. فريد مطاوي. جابر نعمون، تابعت مونديال قطر الذي يشرف على النهاية، تابعت مشاركات المنتخبات الإفريقية عموما، ما الذي لاحظه جابر نعمون وشد انتباهك ووددت لو كان منتخب بلادك متأهل للمونديال كي ترى ما رأيته في منتخب يمثل إفريقيا؟ قبل أن أجيبك على سؤالك، لما يكون الصحفي والإعلامي متمكن كما الشيخ فريد يسرق لك أفكارك لأنه حتى ما كنت ستتحدث عنه ربما يسرق لك أفكارك التكتيكية، لأنه هو جاوب عليها بالطريقة تاعو، لكن أنا نحاول نجاوب عليها بالطريقة. دوك شوف، كان عندنا راح نتلاقاو في واحد النقطة. شوف، المنتخبات الإفريقية والعربية المتأهلة للمونديال، التطور هذا الذي شهدته يعود إلى شيئين أو 3 أشياء. من بين هذه الأشياء هو
اللاعب العربي واللاعب الافريقي اصبح يحترف في الدوريات الاوروبيه، واصبح يحمل تلك العقليه الاحترافيه الاوروبيه، ويتم اسقاطها على منتخباتهم. سي بور سا المنتخبات تاعهم تطورت. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، اوروبا استثمرت في افريقيا، والدليل على ذلك مراكز التكوين التي تم انشاؤها في مالي وكوت ديفوار وغيرها. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، لو هذا هو السؤال اللي عليه قلت لك هنا نتقاطع مع الشيخ فريد. لو خرج بن عياده من التسلل ودار مسيرة التسلل، لو تكلم مبولحي مع اللاعبين وقال كلمة عنصر، لو تم ضغط موجه في التماس ولم تتم التمريرة العرضية إلى إيكامبي، لما طرحت هذا السؤال. لو صفر قسامة لو صفر قسامة التسلل والخطأ الذي ارتكبه على مبولحي مدافع المنتخب الكاميروني، لما طرحت هذا السؤال وقلت الحلقة التي ضيعتها الجزائر، لأنه قبل تلك المباراة كنا الريبير، كنا المنتخب الذي لا ينهزم، صنفنا أحسن منتخب عربي وإفريقي. نوصل لك هنايا علاه دائما أنا ندير المثال اللي هضروا الشيخ بالماضي في الحوار الذي أجراه وفي لا كونفيرونس اللي أجراها، هضر واحد الكلام يفهموه غير نتاع كرة القدم. قال لهم ان بوت شوا بو شونجي كوا اون في، ما قالش بو شونجي اون بارتي ولا لا فيزيونومي دو ماتش. نو، ما قالش بو شونجي لا فيزيونومي دو ماتش، il peut changer une vie. والدليل على ذلك لو الحس تاعك اليوم طرحت لنا سؤال غير الهدف هذاك، غير حياه كامله. لانه لو بعياده خرج من التسلل، لو كانت بريسينغ موجه ناحيه الذي اللي دار عمليه التماس، لو بن سبعين ما خرجش بطاقه حمراء في مباراه الذهاب اريار غوش في مباراه الاياب، الكل هذا لو قاسامة كان نزيه، لو ربحنا الصراعات الثنائيه. انا هذه لي روبير هذو الصغار، لو تحدثنا اليوم المنتخب الجزائري كان من احسن المنتخبات الافريقيه ولم ينهزم 35 مباراه، وكانوا المصريين والتونسيين والمغربيين يضربوا بين المثال. واضح جدا. جملة مصطفى، يعني الشيء اللي قالوا جابر مع مليار بالمئة، فقط اختلف معه في شيء اخر. هناك ترتيب. شوف، هناك ترتيب في التحليل. جابر تكلم على كل شيء وهو محق في كل شيء، فقط يجب ان موضع الاحكام والاطراف بالترتيب يعني التسلسلي المنطقي. لو لم يكن قاسامة مجحف في حق الجزائر ويعني وصل يعني الى درجه يعني غير عادله في تلك المباراه، ثم ياتي ما ذكره جابر، لان يستمع الكثير ويحاولون في الفتره الاخيره ان يقولوا لك بان قاسامة يعني لديه جزء. لا يا اخي، قاسامة اقصى الجزائر بنسبه 70% و30% الذي يتحدث عليها جابر. لنكن صراحاء وجد منطقيين وعقلانيين في التحليل. قاسامة ثم قاسامة ثم قاسامة ثم قاسامة ثم بن عيادة ثم التسلل ثم قاسامة يا أخي. لكن فريد، أنت وجابر نعمون راح نطرح عليكم سؤال مزدوج. مستوى المنتخب الوطني منذ مواجهة بوركينا فاسو تراجع كبير في المستوى. ربما أنا أتساءل اليوم، هل كان من بين الأسباب في الإخفاق في الوصول إلى المونديال؟ لأنه منذ مواجهة بوركينا فاسو هناك في المغرب، جابر نعم ربما ستوافقني في هذا الطرح، أصبحنا كتاب مفتوح لجميع المنتخبات، لدرجة أنه تجي عندك الكاميرون هنا في بلدك تفوز عليك بثنائية. أنا أمنح قاسامة كثير من المسؤولية، أحمل قاسامة الكثير من المسؤولية، وأحمل أيضا المنتخب الوطني بعض المسؤولية. شوف عماد، عندما تهدأ النفوس ونستطيع كجزائريين أن نلتف حول جزائريتنا، لدينا الكثير ما نقوله حول بالماضي وأخطاءه واختياراته وتراجع المستوى للمنتخب الوطني منذ مباراة بوركينا فاسو، والكثير من الأمور التي لا يختلف عليها أي يعني متابع لكرة القدم. لكن أن نحاول أن نضع قاسامة في زاوية صغيرة ونقول بأنه يتحمل جزء من، لا يا أخي،
أنا قلت لك لما تهدأ النفوس ونستطيع أن نتناقش كجزائريين وليس كجزائريين ضد بالماضي وجزائريين مع بالماضي، لا، كجزائريين نتكلم عن حول المنتخب الوطني. نعم، هناك تراجع مستوى المنتخب الوطني منذ مباراة بوركينا فاسو. أي نعم، بالماضي لم يستطع أن يبعث التنافس بين يعني في بعض المناصب لبعض اللاعبين. نعم، هناك بعض اللاعبين ألفوا أن يأتوا إلى الجزائر كأساسيين من الوهلة الأولى. نعم، بالماضي استطاع أن يتراجع قليلا في الناحية الانضباطية. نعم، كل هذه الأمور نعترف بها كلنا، ولا داعي لأن نتزايد على بعضنا البعض يقول لك لا 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 أخي، الكل يعترف بأن هناك أخطاء ارتكبها الناخب الوطني وتراجع المستوى. لكن أنا أتوقف عند المباراة الفاصلة التي كانت تفصلنا على قطر ب10 ثواني. هنا يا أخي يجب أن نتحدث على هذه المباراة ونقول كل هذه الأمور وفق ترتيب ومنطق معين. هناك قصامة ثم قصامة ثم قصامة ثم قصامة، وسوف لن أسكت إلى الغد ثم يأتي بعد.